يا كثر ما شلت في قلبي عليك، يا كثر ما قلت ما سامح خطا، من أشوفك ترجف ضلوعي تبي، وأثري هذا كله من حرك هوا، قلب الأعذار من لمسة إيدي. هاي جيناكم يا قوم دلعون اللعنة يا شاب انت يا دلوع. يعني والله حارنا شلون نعاملكم ولد بنيه ما لا نعرف. بالنسبه لهذول الدلوعين واحدهم تجي تدق له جرس من الباسكل لو يبي اروح له يقول لك قلبي انت قاسي. قاسي يا حشره قاسي؟ خذ قرفك وانقلع منا. سبحان الله هالمخلوقات قوه تريد تغير نفسها شلون ما تعرف. يعني ولد يريد يصير بنيه تريد تصير ولد. يعني ما ترهم يا اخي ما يصير. مو بكيفك والله مو بكيفك ما يصير يا دلوعين. اقول لكم شغله، يعني هسه مثلا اذا قرد قرر يصير غزاله ما يقدر يصير غزاله ما يقدر. فيا قرد انت لا تحاول تصير فيا انت يا ولد لا تحاول تصير غزاله بنيه، يعني ما راح ترهم. وانت يا بنيه لا تحاولين تصيرين بويه هو يعني مصطلح مال البنات المسترجلات. يعني ما اكو شغلات ما ترهم لا ما ترهم. بعدين تعي انت يا البنيه اللي تريدين تصيرين ولد ما فكرتي بيها؟ يعني شوي شغله صعبه. يعني لما يجي ابنك شو يصيح لك؟ مابا لو باما شنو السالفه؟ هذا الحكي الك همينه يا دلوع. لما يجي ابنك يعني اذا اجى ابن الك يعني شو يصيح لك؟ باما لو ماما. يا اخي انقرضوا يلعن شكلكم انقرضوا. انت يا المخلوقات الدلوعه فكروا شويه عاد. انقرضوا موتوا روحوا للجحيم الله ياخذكم. بس لا تجون تتحولون هنا يمنا مجتمعاتنا. روح تحولوا بغير مكان بالمريخ بمحميات طبيعيه خاصه بيكم. لا تحولون هنا اللعنه. تعلم انت يا الدلوع يلي بايع شغلات مشتري شغلات مستورد ومصدر. يا دلوع انت يعني اريد افتهم انت ليش يعني تريد تصير هيك؟ يعني انت ولد تريد تصير بنيه يا اخي ما ترحم. اكو شغلات ما تصير. يعني مثلا شنو تريد تكثر نسبة البنات؟ اكو بنات قيامة بقشة على راسك. لو تريد تصير رومانسي بدلعك هذا لا يا دلعون. اذا حاولت تكون رومانسي راح تصير مثل هذا. ده مش بايديا ايه ده حركة لا ارادية ايه ده حاجة مش طبيعية ايه ده حركة لا ارادية ايه ده حاجة مش طبيعية. يا دلوع انت قدام بنين تقول لها قلبي وجعني انا مرهف الاحساس. لا ما راح تحبك. لا راح تغار منك. راح تقول هذا شلون هذا اكثر انوثيه مني. حلت عليكم اللعنه يا بني دلعون. انا اريد افتهم شغله، يعني ليش تتحول تتمسخر تضرب دقلات؟ يعني ليش جاي تصير شذوذ جنسي بالسالفه؟ يعني مرض يعني اكو له علاج. بس يعني تجي تقول لي والله المناخ حولتني الظروف حولتني. يا ظروف يا عيون يا ظروف. يعني ظروف كان لبنان لو ظروف العراق اللي كلها حروب والمفروض يعني تطلع رجال ابن رجال مو بطة ابن دلوع. يعني تخيل لما هسه نحفخ شفايفك شنو يشوفوك الناس يدوخون يعني ولد بنيه شو يقولوا لك؟ السلام عليكم اخويتي بوشي لا بشير ولا بوسي نخبطهم سوا. انقرضوا عاد. بس الظاهر اكو جهات خفيه ورا هذا الشيء ورا تحولكم. من هم؟ شوفوا هذا الفيديو ورجعوا لنا. دلعني يا بوي. ودقني لو في مرة انا قلبي وددقني لو انت رجال يا حبيبي دقق بدل مش حد عنده شروط عيدي حواجبي واللي بيفكر يعاتبه ما بياخدش منه. يعني ما فهمت من الفيديو شنو هو الهدف. يعني جاي تراوينا الميك اب مالتك الجديد مثلا اشوف شفايفك ماخذه نص وجهك شنو السالفه يا دلوع؟ يعني ما بقيت فشيل للبنات خطيه البنات بقي فشيل للبنات. يا كثر ما شلت في قلبي عليك، يا كثر ما قلت ما سامح خطا، من أشوفك ترجف ضلوعي تبي، وأثري هذا كله من حرك هوا، قلب الأعذار من لمسة إيدي. من قال لك صوتك حلو؟ والله ما عرفت جاي يسوي. يعني جاي تتكاثر. طبعا هي المشكله قاموا حتى يعني يعلمون الدلع. طبعا الدلع كيف تصبحي دلوعة في 8 خطوات.
الخطوة الأولى، أي أحد يمزح معك لو على الخفيف ويضربك قولي يعور. يعور. حرف الصاء ضروري تخلينا سين. يا سرسور. شاطرة. واي يا سخيفي حقي لي شريك. شاطرة. المشكلة بالفيديو مقعدة رجال يعني ابو شوارب. وين راحت الشوارب؟ وين؟ قاعد تريد تتعلم تصير دلوع؟ من قال لك تعال؟ من عزمك؟ من قال لك تعرف ترقص؟ من قال لك اسمك شعرك من ساعة؟ يعني صدق حق الحسام الرسام يا حبيبي ما تعرف ترقص. جاي يسوون اريد اعرف شنو شايلين بيديناتكم جاي وشنو هالحركة؟ جاي يسوي بروحك انت. حلت عليكم اللعنة يا بني دلعون. اوه حسام الرسام اعطي لايك. اوه هذول ايمو اعطي ديسلايك. وطبعا اللي هنا نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج حشيش محلي. اسف الحلقة كانت بسيطة كلش. انا والله كان بودي انهيهم انحرب عليهم اقرضهم من هذول بني دلعون. انا وياهم الزمن طويل. هالمرة ما اريد سبسكرايب ولايكات وهالسوالف. واللي راح يسوي ديسلايك هو من قوم يلا ما راح توجد، ما راح تحس فيها. خلاص طعمت. خلاص